بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الفل عليكم، صباح الجمال. كل سنة وانتم طيبين. احنا دايما مكملين اهو مع بعض وصفات العيد كلها. عملنا الكحك والنهارده بنعمل شوية منين يا جماعة زي العسل بعجينة كده. عايزة اقولك ان المقادير دي لازم تحفظيها عندك، لان سواء بقى في عيد ما فيش عيد انتي مش هتستغني عنه مع كوباية الشاي. حاجة كده زي العسل بالعجوة، وكمان عملنا بالشمر واليانسون من غير ما نكلف نفسنا، يعني كله بعجينة واحدة. شايفة الصوابع اللي تسقيها بقى في كده في الشاي بلبن كده، حاجة وهم. ريحته مالية البيت، شمر وينسون والعجوة حاطين عليها قرفة ومقادير وخطوات كده. سمي الله وصلي على رسول الله. انزلي اعملي لايك للفيديو لو اول مرة تشوفيني. اتمنى ان انت تشتركي في القناة، تابعيني بقى بكل التفاصيل اللي هقولها. اول حاجه انا هستخدم دقيق متعدد الاغراض، يعني مش لازم يكون بتاع كحك وبسكوت. حطيت عليه 3 معالق نشا، وحطينا عليهم كمان 3 معالق سكر. هضيف عليهم ايه؟ هضيف عليهم كيس خميره فوريه، وكمان هنضيف معلقه كبيره بيكنج باودر. انا شلت حبه صغيرين كده في الكيس، هو 16 جرام فانا يا دوب خدت 10 جرام. وهحط كيس فانيليا. دي المكونات الجافه بتاعتي كلها. الدقيق، النشا مهم جدا يا جماعه. في ناس بتسال النشا ليه؟ النشا عشان خاطر ما يهبطش معاكي الكحكايه او المنين بعد ما تطلع من الفرن. بعد كده هحط بس رشه ملح صغيره، واحط 3 معالق سمسم، والسمسم اختياري في كميه بتاعته. يعني عايزه تحطي معلقه واحده حطي، عايزه 2 3 براحتك حسب ما انت تحبي. انا هنا بقى هستخدم ايه بقى عشان اعجن المنين؟ هستخدم سمنه مع زيت. قد ايه سمنه يا نهى وقد ايه زيت؟ حوالي كوبايه ونص سمنه، شايفين الكوبايه دي محطوطه زيت على سمنه، ونص كوبايه للزيت. انا بحب يكون فيه سنه من القرمشه كده زي الافران، فانا مش عايزه اعمله سمنه صافي خالص، فهستخدم سمنه وزيت. وانا كنت عملته معاكم قبل كده، خدت كوب سمنه وكوب زيت والنتيجه كانت ممتازه. المره دي عملنا كوب ونص سمنه ونص زيت. رفعتهم على النار، ما سخنتهمش، انا سيحت بس المكونات مع بعضها. انا مش هقدح السمنه ولا حاجه. وبعد كده هنزل بيها، دلوقتي هي بارده اهي زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنزل ابس بقى في العجين. اهم حاجه، اهم خطوه في العجين، خدوا بالكم في الكحك او في المنين، اهم حاجه ان احنا نبسه يعني ايه؟ يعني نبدا نمسك الدقيق والسمنه في ايدينا كده، ونخلي الدقيق يتشبع بكل الماده الدهنيه اللي انا حطيتها عليه. ابدأي بقى بسي بايدك كده لغايه ما تلاقيه عامل زي الرمله المبلوله كده. لو ضغطتي عليه هتلاقيه متماسك مع بعضه. هبدأ بقى استخدم السوائل بتاعتي. انا هستخدم كوبايتين لبن، تقدري برضو تستخدمي كوباية لبن وكوباية مية، بس انا بفضل في المنين بالذات بستخدم اللبن. حطيتهم في الطاسة، دفتهم ورجعت تاني حطيتهم في الكوباية اهو. وهلم بقى المكونات بتاعتي مع بعض. هبدأ انزل بالسوائل. حطيت الاول كوباية، وهستنى تاني لغاية ما اشوف في دقيق بيستخدم سوائل كتير وفي دقيق لا، لقيته لسه محتاج، هدي بقى الكوباية التانية. هياخد معاكي بالظبط كوبايتين دقيق، كوبايتين لبن، معلش انا اسفه. فانا كده بقى خلاص عجنت العجينه بقى كده 10 دقايق. اديها عجن شويه عشان كل المكونات يعني تمتزج في بعضها كده، وتديكي نتيجه طريه زي ما انتم شايفين كده، ملبن زي العسل. هل انا هخمرها؟ لا مش هخمرها، انا هسيبهم. هقسم بس العجينه نصين عشان هقول لكم هعمل ايه. قلنا نص هنحشيه عجوه والنص التاني شمر وينسون. انا ضربهم نص ضربه كده في المطحنه، وعشان يدي ريحة وطعم. بنحب قوي ياكلوه الولاد مع الشاي بلبن. هبدأ دلوقتي ان انا اقسم العجينة زي ما قلت لكم نصين، وهبدأ اسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق، مش اكتر من كده. مش هسيبها تخمر دلوقتي. الخميرة التانية في الخطوة التانية، يعني الخميرة المهمة الخطوة الجاية مش دلوقتي خالص. انا كده خلاص هسيبهم يرتاحوا بس شوية. هاجي بقى دلوقتي اعمل الحشوة بتاعتي اللي انا هستخدمها. دي عجوة مطحونة او ناعمة زي ما بنقول مفرومة. هحط عليها معلقة زبدة او سمنة، وانا اسفه يعني سمنه مش زبده، لان الزبده هتنشفها. فانا كنت حاطه سمنه بلدي اللي هي البقري، وحاطه معاها معلقه قرفه، وحاطه معاها معلقه سمسم. نفس الحشوه اللي احنا استخدمناها في الكحك بالظبط. ما تحطيش زبده لان الزبده ممكن تنشفها معاكي. انا كده خلاص هبدا ان انا افردها بس معاكم بالطريقه دي، عشان هتسهل عليا قوي عمليه الحشو، يعني مش هتاخد منك ثواني. هتبداي نشوف بقى الخطوات الجايه هنعمل ايه. انا دلوقتي خلاص فردت العجوه، وفي الكيس زي ما هي كده اركنيها على جنب.
هبدأ بس افرد الجزء التاني. بصوا هوريكم ازاي. انا حطيت كيس فتحته، كيس تلاجة، وحطيت كيس تاني فوقيه، وابتديت بقى بايدك او لو عندك نشابة كده ابتديت ان انا افردها بسمك معين يكون وسط زي ما انتي حابة. عايزة تخليها رقيقة قوي مش بتحبي العجوة كتير خليها رقيقة، عايزة تخليها وسط زي ما انا عاملاها كده انا عاملاها وسط. خلصت هبدأ بقى اشوف العجينة، هي ما خمرتش طبعا ولا عجيت، زي ما قلت لكم انا بسيبها ترتاح عشان ما تشدش معايا لما اجي افردها او اجي اتحرك بيها واشكلها، ما تشدش معايا وتلاقيها ايه بتمط وترجع تاني. فانا بسيبها ايه 10 دقايق بس مش اكتر من كده. ابدأي بقى خدي بقى الكمية اللي انت عايزاها، وهبدأ اعمل المنين الاول اللي هو بالشمر واليانسون. عايزة اقول لكم ان ريحته زي العسل يعني بصراحة. بيفكرني كده بحاجات زمان اللي كنا بنعملها امهاتنا الله يرحمهم واجدادنا كده لما كانوا بيقعدوا ويخبزوا الحاجات دي، كان البيت بيبقى فعلا مليان بركة، وريحة الشمر واليانسون دي حاجة بتبقى جميلة جدا. انا كده خلاص زي ما انتم شايفين كده شكلتها وقطعتها بالقطاعة. عايزة بقى تقطعي بالسكينة اي حاجة براحتك خالص. مش هياخد منك وقت خالص. زي ما انتم شايفين كده في ثواني بتفردي بتعملي كورة وبعد كده بتبططيها وتقطعيها. بس خلي بالك ان ما تعليش سمكها قوي ولا توطيها قوي، خليها وسط لان هي لسه هتخمر فهتعلى معاكي اكتر من كده. فانت لو قطعتيها على مستوى عالي او السمك بتاعها عالي لما تخمر هتبقى عالية قوي، فخليكي في الوسط. انا كده خلاص خلصت الشمر واليانسون. هبدأ بقى معاكم ان انا احشي اللي هو المنين بالعجوة. بس لو اول مره تشوفيني زي ما قلت لك اتمنى ان انت تنزلي تشتركي في القناه وتعملي لايك للفيديو. لو مقاديري باذن الله هتطبقيها وهتعجبك ان شاء الله، فما تنسوش تعملي لايك للفيديو. انا هنا بقى خلاص خدت اول قطعه من العجين فردتها زي ما انتم شايفين كده، وحطيت عليها العجوه اللي احنا فردينها. سهلت عليا بقى يعني. بصوا في ثواني هتكوني مخلصاهم. طب هل احنا بقى هنلف كل الرول ده يا نهى ونعمله منين؟ لا كده مش هيبقى منين خالص، هو كده هيبقى سويس رول. لا احنا هنعمل ايه؟ هنعمل كل ما هتلاقي حجم خلاص يعني. بصي انا عملتها كده لفيت حبه ولقيت حجمها مظبوط يتناسب ان هو يبقى منين، لان انا عامله حسابي ان لسه هيخمر. ابدا اقطع بالسكينه واقفل من تحت كويس. قفلي من تحت الكويس عشان ما تفتحش معاكي، لان انت هتسيبيها تخمر فممكن تفتح معاكي. وابدأي دلوقتي قطعي الحجم اللي انت عايزاه. فانا شايفه ان الحجم ده شوفوا هي صغيره شويه ازاي، بس هتشوفوها دلوقتي لما تخمر وتدخل الفرن هتبقى تمام بالظبط زي ما هي بتجيبيها من الفرن بالظبط. هبدأ اعمل بقى بقيه الجزئيه اهو. كل ما تلاقي خلاص الحجم بتاع المنين او الرول مظبوط اقطعي حسب الحجم اللي قدامك اللي انت شايفاه مناسب اقطعي، بدل ما نلفها كلها طبعا هتبقى سميكة جدا. انا بقى هنا جت مرحلة الخميرة. انا خلصت كل التشكيل وحطيتهم على جنب، غطيتهم سبتهم حوالي 30 دقيقة. يعني كنت رحت صليت الفجر، خلاص كان الفجر أذن وقريت شوية قرآن وابتديت ان انا ارجع لهم تاني. كان عدى 30 دقيقة 45 دقيقة بالكتير، ما تطوليش اكتر من كده، بس هم كانوا عدى 30 دقيقة. فانا دلوقتي ايه خلاص خمرت. فهبدأ ان انا اولع. انا كنت مولعه الفرن من قبلها ب10 دقايق، بس دلوقتي هبدأ ان انا ادهن وشهم عشان خاطر انا عايزه احط عليهم سمسم. فالسمسم مش هيلزق معاكي من غير ماده سائله. فطبعا الناس بتحط بياض صفار بيض وكده، فانا بستبعد الموضوع ده. وفي ناس كتير ما بتحبش موضوع البيض في المخبوزات. فانا بحط شويه لبن وعليهم سنه فانيليا بسيطه. شايفين شويه لبن وسنه فانيليا. وببدأ ان انا ادهن بالفرشة الاول اللبن وبعد كده احط السمسم. بس عايزة اقولك على حاجة برضو دي مش سهلة، وفي نفس الوقت السمسم بتاعك مش هيلزق. الافضل بقى الخطوة اللي انا خدتها التانية اللي بعدها ان انا امسك القطعه خلاص هو خمران وهتلاقيه متماسك معاكي كويس جدا كانه مستوي اصلا ومظبوط معاكي. هتمسكي القطعه تحطي في اللبن وتحطيها في السمسم. في الحاله دي السمسم بتاعك هيثبت عليها ومش هينزل ولا اي حاجه. هي بس خطوه هتلاقيها اسرع واحسن ومش هتهدري سمسم تاني يقع معاكي. طبعا دهنت كله لبن بس ما حطيتش سمسم على اللي فيه شمر وينزون. دهنته بس باللبن عشان يبقى لونه ياخد سنه حمار. طبعا الفرن كان والع. دخلت على درجة حرارة عالية عشان خاطر لما الفرن بيكون درجة حرارة بتاعته واطية يا جماعة المخبوزات بتنشف مننا، والعجوة مش عايزة تنفع، ما ينفعش تقعد في الفرن كتير ولا هي ولا الملبن. فأنا بدخل على فرن عالي وأول ما بتاخد لون من تحت على طول برفعها فوق وأولع الشواية زي ما انتوا شفتوا كده. وبطلعها بقى زي ما انتوا شايفين كده زي العسل. أهم حاجة بقى إن أنا هعمل إيه دلوقتي؟ هاخدها كلها أحطها في طبق
وابدا ان انا اغطيها او الفيها بقى بستريتش او كده عشان تطرى معايا. اوعي تسيبيه في الصاجات لغايه تاني يوم او حاجه، لا عشان ما ينشفش منك. بصوا شايفين التقسيمه بتاعته وشكله ولونه كمان والتسويه زي الفل. بتسوي على درجه حراره 180. هسيبكم بقى في حفظ الله، وهستنى رأيكم، وأي سؤال معاكم في التعليقات هرد عليه، وهستنى منكم اللايك اللي انتوا وعدتوني بيه إن شاء الله.